السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل صينية بطاطس باللحمة وكمان ملوخية، وفي تركات لازم اقول لكم عليها. الاول انا هنشوح اللحمة في حلة تكون سخنة، وهنزل عليها معلقة سمنة بلدي، وبعدين هنزل باللحمة، وهنزل كمان بالورق اللوري وبصلتين كبار، وحوالي 4 فصوص من الحبهان، وكمان 3 فصوص من الثوم. وبعد كده هنزل عليهم بالمية سخنة واسيبهم لحد ما يستوي. دلوقتي هعمل صينيه البطاطس. هجيب الصينيه هنزل عليها بصلايه كبيره متقطعه جوليان او شرايح، وبعدين هنزل عليها بحوالي قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، وهنزل عليهم بملح وفلفل، وهفركهم كويس. وبعد كده هنزل عليهم بالبطاطس وعصير الطماطم او معلقه صلصه كمان لو احتاج. عشان نعمل الملوخية لازم نخرطها ب3 فصوص من الثوم، ولما نخرطها ننزل على الشوربة ملح وفلفل، وننزل بالملوخية. الملوخية لازم تكون مش متخرطة قوي. وبعدين هنعمل الطشة معلقة سمنة ومعلقة زيت، وهننزل بالثوم. الثوم مجرد بس ياخد تشويحة، ولا يصفر ولا لونه يغمق، وهننزل عليه بمعلقة من الكزبرة الناشفة. وبعدين هنقلب كويس لحد لما تاخد غلوة، وبعدين نصبها. ودي الملوخية بتاعتنا. ألف هنا وشفا على قلبكم، بجد طعمها حلو جدا. ولازم الثوم يكون فريش والبطاطس. والف هنا وشفا على قلبكم. مع السلامه.